السلام عليكم. حنا الآن في مصنع العود الصناعي. هذه المصانع اللي وصلت مرحلة من التطور ما صرت تعرف تفرق ما بين العود الصناعي والعود الطبيعي. طبعا اليوم إن هني تغطيتنا في هذا المكان عشان نتعلم وناخذ ثقافة أكثر في العود الصناعي حتى لا نقع في أي طرق الناس اللي تبدل العود الطبيعي بالصناعي. شوفوا معانا الحين التغطية وشوف شلون طريقة التصنيع. لا يوجد فرق ما بين العود الطبيعي المحسن والعود الصناعي، كلهما نفس الشيء، لكن الفرق نوعية الخشب. العود المحسن هو عبارة عن خشب عود رديء الجودة لا يمكن تتبخر فيه، اخذوه وضافوا له مواد اللي الحين راح نشرح عليها. اما العود الصناعي هو عبارة عن اي شجر خشب اخر شكلوه على شكل عود وضافوا له هذه المواد اللي راح نشرحها الان. الحين عندنا هذا الخشب هو عبارة عن خشب عادي شكلوه على طريق شكل العود، تشوفونه هذا خشب عادي. وهذا خشب العود الموروكي، تشوفونه رديء الجودة يضيف عليه المواد اللي راح نشرح عنها تالي، ولكن مثل ما قلنا لكم انكم تتبخر فيه. هذا اللي يسمونه العود المحسن وهذاك اللي يسمونه العود الصناعي. الحين نبي نوريكم اول ماده تستخدم في العود المحسن والعود الصناعي. تفضل معنا. الماده الاساسيه في صناعه العود المحسن والصناعي اللي هي ماده الريزين. ماده الريزين يستخلصونها او يستخرجونها من شجر العود نفسه، طبعا مو من العود نفسه، من الشجره نفسها، لهم طريقه قريبه في القص يخرج منها هذه الماده. فهذه الماده يستخدمونها في صناعه العود المحسن والصناعي. شوفوا شكل الماده شلون صاير، ماده لزجه جدا، رائحتها نفس رائحه القرى على نكهه شوي من دهن العود. الماده ما هي صحيه تماما، بالطريقه هذا ما يحطونها بجذور الطبخ مع الخشب، لكن احنا الحين بنشرح لكم طريقه شلون. طريقه كالتالي: يذيبون هذه بالايثانول اللي هو الكحول، بعد ما يذيب ويصير كانه ماء يضعونه بالجذور الطبخ. الحين شفنا هذا الريزين هو الماده الاساسيه، الحين بوريكم جذور الطبخ. الجذور الطبخ اللي يطبخون فيها الخشب مع المواد اللي تسوي العود الصناعي. طبعا يضيفون ماده الريزين بعد ما يذيبونها بالايثانول يضيفونها داخل ويحطون الخشب والريزين زائد زيوت عطريه. بعضنا يحط شويه من اللبان ولا شويه بعض من المستكه حتى تخفف من رائحه الريزين. مده معينه، وكل صاحب مصنع له مده معينه في الطبخ. طبعا بعد ما يخلص تنتهي الطبخ على الغاز وتنتهي طبخه الخشب يتم استخراج الخشب بهذا الشكل، يكون هذا شكله كانه قار، تشوفونه كانه قار. هذه الخطوة قبل الأخيرة، بعد ما يطلعون من جدر الطبخ يبدون ينشرونه هني عشان تتبخر منه الإيثانول والزيوت اللي فيه حتى يجف. وبعد ما يجف نروح للخطوة الأخيرة اللي هي الصبغ. طبعا احنا ما لقينا هم يصبغون العود، لكن هم قالوا لنا طريقة الصبغ. وهذا العود بعد ما ينصبغ يبدأ مرة ثانية ينشرونه يضربونه بالهواء المراوح هذه تشوفونها حتى يجف الصبغ منه ويبدأ يتم بيعه. وريكم الحين أشكاله النهائية، واللي تشوفونه قدامكم كلها أشكال النهائية. شوفوا الأشكال، شوفوا الأشكال. هذا موروكي، وهذا كلمنتان، وهذا دقه موروكي. شوف هذا سبحان الله كأنه طبيعي. شوف الشغل على الصوره، شوف كأنه طبيعي، شوف سبحان الله. وهذا كلمنتان كذلك. شوف الاشكال. طبعا هذا عشان شغل جمله بكميات كبيره بالاطنان، لو تبي كميات معينه ممكن نسوي لك اياه كانه طبيعي صدق ما تفرق عن الطبيعي. وهذه تغطيتنا النهائيه عن المصانع في جاكرتا، مصانع العود المحسن والصناعي. وان شاء الله عجبتكم تغطيتنا، والحين نستاذنكم في امان الله.